الوهله الاولى ممكن تقول ان الجريمه دي زلابيا او لقمه قاضي، بس الحقيقه بقى ان هي اختراع جديد تماما. اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف، والنهارده اعتبره اليوم الفري اللي هتبوظ فيه الدايت بتاع الاسبوع كله. المكان اسمه توتوس على اسم الحاجه اللي بيعملها، اول حاجه هي اللي متسميه على اسمه مش عارف الحقيقه. بيعمل بقى هذا التوتوس بانواع صوصات لا حصر لها، وكمان عنده انواع كتير قوي من المشروبات. طبعا كنت عايز اجرب كل الفليفرز اللي عنده، بس هو ما رضاش اني اجرب كله، وصمم اني التزم بالمنيو بتاعه ان اجيب ميكس 3 او ميكس 2. فقلت له هات الكبيره ميكس 3 على ذوقك انت او على اكتر حاجه الناس بتحبها، والصغيره هجيبها على ذوقي انا. وقلت كمان اجرب المشروبات من عنده، جبت واحد سخن وواحد ساقع. نبدا بقى بالبوكس الكبير، وده عباره عن 15 قطعه توتوس بسعر 89 جنيه، يعني الواحده في العرض واقف عليك تقريبا ب 6 جنيه. جابها بقى بطعم فريرو روشيه والكندر بوينو واللوتس طبعا حبيب الملايين. اما بقى اللي على ذوقي فانا طلبتها وايت شوكليت وفستق. بدات اول واحده بقى بالفريرو روشيه، كان طعمها حلو جدا، وصوص الشوكولاته مع قطع البندق ده كان مميز قوي، لحد ان انا كنت حاسس ان هي وافل طري شويه على شكل زلابيا. وبعدين دقت الكندر بوينو كانت تحفه جدا، وبصراحه صوص الكندر ده من الاكتشافات الجديده اللي عجبتني قوي السنه دي، بس كنت حاسس بطعم غريب شويه، هتعرفوا قصدي ايه كمان حاجه. بس الاول قلت افصل بشويه لاتيه كده، وطبعا لازم بسكر دايت، الالتزام مهم مفيش كلام. طعم وريحه القهوه بقى كانت محترمه جدا، والكوبايه دي بجد فوقك من غيبوبه السكريات اللي كنت واقع فيها دي. وبعد كده دخلت بقى على اللوتس، وحسيت بقى هنا ان لا في طعم تاني كده يا جماعه، فاكتشفت انها طلعت كمان محشيه من جوه شوكولاته. اوبا بقى اتاري ده كان الطعم اللي انا حسيت بيه في الكندر بوينو وما خدتش بالي منه خالص في الفريرو. قمت فتحت واحده من الكندر تاني كده، طلعت فعلا محشيه من جوه كمان شوكولاته، بس اللوتس كان حلو قوي برضه. واضح طبعا انه بيستخدم خامات نظيفه جدا، ده طبيعي قصاد السعر العادي نسبيا. ريحت بقى شويه وقلت اجرب الميلك شيك، انا كانت نفسي رايحه للفستق ليه ما اعرفش اليوم ده، فجبت فستق برضه. طعمه بقى كان خرافي من هنا للسنه الجايه. انا جربت قبل كده حاجات كتير بصوص الفستق ما اعرفش، كنت بحسها عاديه جدا على الرغم من انها كانت من اماكن غاليه، بس بامانه مش زي دي خالص. طعم الفستق هنا كان قوي جدا وتحسه طبيعي بشكل كبير جدا، كانك بتاكل فستق حقيقي، بجد كان عاجبني قوي. دخلت بقى بعد كده على الوايت شوكليت، كانت حلوه جدا برضه، وبالنسبه للناس اللي زي كده بتحب الشوكولاته البيضاء عن العاديه دي هتبقى جميله قوي ليهم. اما الفستق بقى تقريبا ينطبق عليه نفس الكلام اللي قلته عن الميلك شيك، حلو قوي برضه. عيب الميكس الصغير ده بقى انه يعتبر اغلى عليك كده، الواحده واقف عليك تقريبا 9 جنيه الا ربع، فانصحك لما تجيب الكبير مع اصحابك طبعا، ما ينفعش اقل من 3 على طبق زي ده وتقسموه عليكم، واكيد طبعا ما حدش يقدر ياكل كل الكلام ده، فاخدتوا تكاوي معايا وانا مروح. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.